حلقه جديده من المايك معاك، وحلقه النهارده عن الشغل. حلقه النهارده مختلفه لسبب واحد بس، ان هي عن الشغل والمدير قاعد جنبي. هتكلم باريحيه ازاي؟ طيب مبسوط جدا بالحلقه دي. حاسس في طبنجه محطوطه تحت. انا قررت حاجه حالا؟ حلقه تاسك. واحنا بنصور والكلام ده هيبقى مسجل صوت وصوره. اه. ان ايا كان القرارات اللي هتتاخد جوه الحلقه دي فهتطبق على الطبيعه. تمام يعني تمام؟ لا مش تمام. ليه؟ ما هي ممكن تبقى قرارات حلوه. طب انا اشوف منين؟ اتفق على حاجه. افصل دلوقتي ان احنا موظفين، تمام؟ بس ما نفصلش اللي هي قرارات. طب وليه تاخد قرارات قدام الكاميرا؟ عايز اسمع موقف بيضحك في الشغل. ماشي، احنا مش ماشي. المفروض بنضحك الناس. ايوه طبعا طبعا. فالمواقف دايما اللي هي بتبقى ايه، عملت حاجه غلط في الشغل ماشي. بتضحك. بتضحك. فاحنا عايزين نبقى صادقين مع الناس، ماشي. نقول كل الكلام ده قدام الناس. عايزين نقعد نعد الخصومات بقى اللي انا قاعد اديها الحلقه دي. يلا بينا نبدا. انا مربوط جدا. ممكن نلم تبرعات في اخر الحلقه؟ اول فقره المواضيع. انا هقول لكم مواضيع وهنتكلم فيها. واخد راحتك. خد راحتك. انت واخد راحتك يعني. انا حاسس انا مبسوط جدا. الحلقه دي هفضل طول الحلقه مبتسم. انا مش هعمل اي حاجه غير انا هبتسم. الموضوع مريب ده. اول حاجه الشغل بيمثل لك ايه في حياتك؟ انا الشغل حياتي كلها، بنام اصحى شغل 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 شغل. بحب الشغل، بحب الفلوس. بحب الفلوس جدا. انا معاك في نص الاجابه. انا بحب الشغل. ما بتحبش الفلوس. مش ما بحبش، مفيش حد ما بيحبش حوارش الفلوس، بقى. بس هي مش الهدف الاسمى بالنسبه لي يعني. ايه الهدف الاسمى وانا هحققه لك دلوقتي؟ كده بقينا فلوس. كده انت مالكش مرتب. طب ماشي طب اقول لك على مفيش حاجه. مرتب. مرتب مرتبه، بس بكره تخليني نجم مصر الاول. اعملها ازاي دي؟ الاول. اللي يقدر يخليك نجم مصر الاول هو الناس. شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال فتغير مودنا. الله. طيب يا جماعه ساعدونا الناس ابقى اللي نجم في- مصر. خليه يعني لو عرفت تخلي نجم مصر. وانت يا عم ست الكل. ست الكل. فلوس ولا عايز تبقى التاني ولا فلوس. فلوس كام؟ تلاتينية، عايز تلاتينية. لا ده بس تعالى نتكلم جد يعني ايه. ماشي. الشغل ما ينفعش يبقى كل حياتك، انا شايف ان انت لازم اصلا تبقى عندك حياه عشان تعرف تدي في الشغل. لان الخبره انت بتاخدها من الاحتكاك. والناس دي مش القهوه. اه طبعا، ناس ده الشوارع. اه الميادين. 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 طب مش حضر عارف. الحلقه دي ها؟ لا انا مفيش اي حاجه في دماغي عن الشغل. ما انا عارف والله. انا غير ما تقول والله. طيب يعني احنا متفقين ان الشغل حياتك كلها، بس لازم تسيب وقت لنفسك عشان تعرف تكمل في حياتك. صح. بالظبط. انت بقى بتسيب وقت لنفسك؟ خالص لا. دي من الحاجات اللي انا ما بحبهاش فيك بصراحه. وانا برضه لا، ما خدش اجازه في مره يعني. عمري عمري ما عايز شفت. ناخد اجازه يعني. هو الموضوع ده انت عايزين تطلعوا ان انا ايه اجازه يومين. انا ليا كواليتي تايم يعني. ممكن اقعد اشتغل سنه سنتين كاملين، بس ممكن اجي اسبوعين كده ما حدش يشوف لو الدنيا بتضطر. طب استنى. طب ده حلو. بتعرفها امتى يعني يعني؟ انت عايز امتى؟ تعرف الميعاد. عشان نيجي معاك. عشان نبقى مسستمين الدنيا بس مع الشباب هنا. يبقوا الدنيا. دايما بتيجي بعد تغيير تيم جديد. انت بتضحك على ايه؟ انت معايا. يا عم انا بس حاجتك. هو بيتكلم عن موظفين تانيين. مش احنا يعني. بنتكلم عامة. كنت عايزين تطلعوا وانتوا صغيرين اصلا. الله. يا مايكول على السؤال. حلوه دي. الموضوع حلو. انا كنت عايز قبطان بصراحه. قبطان. قبطان. دايما بس بيبقوا دول اللي هم مثلا عايشين في اسكندريه. ما انا مش قادر. طب سيبنا نضحك شويه. فكره القبطان هي كده كده برستيج روقان. ايام في البحر بقى، اكلك شربك يومك، كل شويه تعرف عن جنسيات جديده، ناس جديده، علاقات. هي حلوه بصراحه، بس انا ما بعرفش اعوم يعني. دي مشكلتي مع ان انا ابقى قبطان. اقول لك مشكله بقى في وظيفه القبطان دي، ان هو ده ما بيعرفش يكون اسره. فانت لو من النوع اللي نفسك تكون لا بيت ما واسره انا لا، ما كده مفيش جواز. انا حرفيا مفيش جواز. هنقضيها. تقضيها قبطان. هتقضيها قبطان. ماشي. واشنجر عصفك الشوالي يا دلالي. طب انتوا عارفين ان في شغلانه غالبا في ناس كتيره كانت بتحلم ان في فتره المراهقه في الاغلب بيبقى في الواحد دايما عايز يغير حاجه في المجتمع. انت وانت مراهق كنت عايز تغير حاجه في المجتمع؟ دي حقيقه. في فتره دايما بيبقى في ناس هتلاقي كان طموحاتها كلهم يبقوا رئيس جمهوريه. هو مراهق. ايوه طبعا. ما هو مش مدرك ان الموضوع صعب. انا وانا مراهق كنت عايز اعمل فلوس الصراحه انا كنت عايز ابقى رئيس جمهوريه. يعني. لا ما عايز يعني ايه؟ لو بتكسب كنت بفكر فيها. انت بتضحك ليه؟ رئيس جمهوريه. ماشي بقى عايز يبقى رئيس جمهوريه. وخالد ساعدوه. ساعدوه ازاي بقى؟ شوف انتخبوا محمد تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انت كنت هتعمل ايه؟ كنت هتنزل عنها لعبد الفتاح السيسي. الله. بنحبك يا مصر، احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها. الموضوع ده
موجه بشكل ما لسيلا، هيقول لنا بما انه هو انتربرنور ومدير انا انتربرنور، ربنا يخليك والله يا مايكل. هو ايه معلش؟ طلعت انتربرنور. لا قول تاني. انت كده يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ لا ده عمل صغير كده، وده أوكي. مش كبير قوي يعني بس. احكي لنا اغرب انترفيو عدى عليك. حلو فشخ. بص كلها غريبه. في الأسامي. انترفيو انا رحت الوحيد اللي في حياتي. انا صيدلي، فرحت شركه ادويه ما، شركه مالتي ناشونال. ساعه ونص ملل 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 ملل، لغايه اما في الاخر بقى سالني سؤال واحد، قال لي احمد النجدي قدم ايه المستشفى المعادي؟ لقطت بقى هي دي، لان انا كان بوزيشن عالي في المستشفى، حته بقى ايه دراميه كده تمثيل. رحت قلت له مش هقول لك احمد النجدي قدم ايه في المعادي، انت اكيد كنت عارف احمد النجدي قدم ايه للمستشفى المعادي. عملت له ايه؟ انت كنت بتقعد بره تستناني في المكتب، فانت اكيد ما صادفش قال لي شكرا هنكلمك. ده رايح يدس اللي بيعمل له انترفيو. حرفيا انا لسه ما خلصتش. انا لغايه دلوقتي محطوط عليا اكس ان انا ما اخشش الشركه. انتوا بقى في موقف غريب حصل لكم في انترفيو عملتوه؟ قبل كده رحت انترفيو دكتور اسنان، كنت المفروض امسك له البيدج بتاعه، فدخلت عليه بدات اتكلم معاه في حاجات تكنيكال كده وبتاع. بعد كده راح قايل لي بص بصراحه انا حاسس ان انت مش مناسب ليا خالص. سنانك وحشه. قلت له انت شفت صورتي، شفت السي في، شفت كل حاجه، طب جايبني ليه المشوار ده؟ سبتنا اتكلم ليه اصلا؟ بحب انا بقى العب مايند جيمز مع اللي بيعمل لي الانترفيو. انا ده انت قعدت شهر هنا مش سامعين لك صوت، ما لعبتش معانا مايند جيم، كانش عادي. وكان عامل علينا ان هو مؤدب وبتاع وهادي مش عايش بصراحه اتبسط. انا شايف في الانترفيو اهم حاجه تكذبش. مش لازم تكذب، بس يعني ممكن تزوق. قصدي ما تقولش حاجه انت فعلا ما بتعرفش ده حقيقي. تعملها وما صح. بتعملهاش. يعني بلاش حد مثلا بيقول لك احنا شغالين على كذا 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 كذا، هل تعرف تعمل ده؟ لو فعلا ما بتعرفش تعمله قول انا ممكن احاول اتطور. يعني انا كده مخرج، بس انا ككاميرا سيتنجز الكلام ده كله انا مش اشطر حاجه فيه. فجم سالوني انت هنا مين طيب دول؟ انت وهشام. وانت قلت لنا ايه؟ لا قلت الحقيقي. والله وشغلناك برضو؟ برافو عليك يا عبد، برافو عليك. بس كنت هاجي البس، طب يلا بقى شغل لي الكاميرا هقعد قدامها تلف تاني يوم. يعني بحبح وخالد شغالين معايا. بلاش ده. فخالد مثلا كان بكلمه شويه كلام انجليزي في النص يعني، فراح مره واحده وقفني كده، فتقريبا ما فهمتش نص كلامي، قال لي بص انا فيا نقطه ضعف وحيده. فقلت له ايه؟ قال مش فاهم اي حاجه من اللي انت بتقولها، ما بفهمش انجليزي. الصراحه والوضوح. طب بحبح ايه بقى قصته؟ بحبح ما كانش انترفيو، رشقت. جه راشق على طول، بحبح جاي واسطه. ريكومنديشن، خلينا نسميها ريكومنديشن. ايوه ريكومنديشن. بص يا باشا انا فيلم ميكر، لو يعني خلاص. لا كان عامل كمان بيكلم حد. رمى السي في. بحبح عامل فيديو كليب راب، هو كان المخرج بتاعه حلو جدا. حط اللينك بتاعه في ماشي شكرا. برافو عليك. ايه تخيلكم شكل المدير المثالي؟ ما هو المدير المثالي؟ احمد النجدي. احمد النجدي. انت مجنون يا جدع انت. بتقول لي حلوه دي، ملعوبه ايه الجنان ده؟ ايه السؤال الغريب جدا ده؟ سؤال غريب جدا. لا انا كاتب بين قوسين احمد النجدي. انا عارف القعده دي عادة، عايزين ترقيه. كلمني بيقولوا اللي عندهم يا عم مايك. هنطلع اللي جواه. طيب ابدا ولا انت هتقول؟ انت كنت خليه يبتدي نشوف هو دماغه ماشي يعني. عشان نروح وراه، فاهم؟ جدع على بحث نلقط انا منه. حاسس ان فين هي انتوا دي؟ مرتبين حاجه الحلقه دي، والله انا أي حاسس حاجة. بتخفيل هتحصل، في حاجه هتحصل. مقلقين من بعض. طيب اقول انا انا بالنسبه لي المدير المثالي مدير حنين رزق. ما تحسش ان هو بيعاملك كمدير، وتبقى العلاقه بينكم احترام مش خوف. فاهم؟ يعني انت مش خايف يتخصم لك، مش خايف يزعق لك، مش عارف ايه. نلعب عليه هو نفسه، بيعامل الموظفين محبوب بشكل فريندلي. ما بيشتمش اصحابي مثلا. بار بوالديه. ياخد باله من نفسيه الموظفين، تعبان جسديا او نفسيا ايا كان، يحاول يشتغل على ده جسديا ونفسيا. ده هيبقى فضيلك جدا. تعبان مثلا. لا بجد والله، ما خد بالك، ما هو ده جزء برضه، هو مدير صح. فمسؤولياته اكبر بكتير. مع انت بتقول لي لازم يبقى فضيلك، لازم يبقى فضيلي وفاضل الشغل وفاضل كل حاجه. ما هي دي من ضمن المسؤوليات، ان هو يبقى مسؤول عن كل الحاجات دي. الصحه النفسيه وكل الكلام ده فعلا دي حاجه مهمه جدا. انت لان هي في حد فيكم تعبان او في لا والله انا لا بتكلم بس بشكل دي عام. هي عبء فعلا. انت تبقى مدير لازم هي عيب يبقى اكتر عندك- ما هي على فكره برستيج او حاجه مهمه، يعني صح. ان انت مدير. انا عن نفسي لو قعدت 100 سنه انا عمري ما احب ابقى مسؤول عن موظفين. ممكن ما اعرفش انام لو حد مثلا زعلان او في حاجه. مش عايز حد يزعل منك يعني. بالظبط، ما بحبش ازعل حد. بحب جدا الهندسه. المدير المثالي يعني الناس اللي معاه انت المفروض تعلي السكيلز بتاعتهم. انت الناس اللي انت ضامنهم كشغل او هارد وركر او كده، لما تعلي السكيلز بتاعتهم دي
دي حاجه من دور المدير. عايز اقول من الاخر طيب. ليدر. انت يا استاذ احمد. بص انا شايف من حته تانية خالص، المدير ده مش بس ان هو بيشتغل مع الناس، لا في جوانب كتير قوي. عارف انت ايه الهرم؟ انا بحاول اعمله دوريه، فاحنا نكمبليت مش نكمبيت. ده انا بشوف ان لو حد قدر يحقق الدوريه دي ينجح فشخ يعني. رسالة لكل المديرين خف شويه. بي لايك احمد النبي. شكرا لا كداب جدا. 5000 جنيه كداب جدا. زود. يلا ندخل على الفقره الثانيه، يلا. فقره الاسئله. الناس بعت لنا اسئله كده نتناقش فيها مع بعض. يلا بينا. يلا بينا. احمد نبيل بعت ايه الشغلانه اللي بتحس ملهاش لازمه او ادمت ومحتاجه تتلغي؟ ياه يا ساتر الموضوع ده محزن على فكره. انا حاسس ان احنا دلوقتي في حد قاعد بياكل كده واحنا هنلغيه. اللي هو ايه يا عم ده يا عم؟ التكنولوجي واكله الدنيا. ايوه يعني في شغلانات كتير ماشي. انا شايف اللي بيدي تذاكر مترو باشا مكنه ويحط ايه يا جماعه؟ ما الدنيا ده ايه ده؟ احنا بعيد قوي وربنا احنا بعيد قوي. لا عارف انت ممكن تعمل ايه؟ علمه التكنولوجي فخليه في الاوبريشن ورا مثلا يعني سيره واقسم بالله بتخش عليه بتحس ان هو روبي. ايوه هم على فكره بداوا يعملوا المكن ده، بس المكن موجود والموظف موجود. تاخدها مصبعه بصباع ما بيجي يعمل كده تلاقي بصماته تحس ان انا في واحد لقيته بيعمل الموضوع ده بس في رغيف العيش. يعني رايح اطلب يديك فول. رغيف العيش كده. طالب فول. العيش منين؟ لا انا طالب قول فول. للناس بسرعه محدش يشتري مني. طالب يعني في رغيفه كتير ايه بيعمل كده وبيطلع العيش بيتعامل مع انه لا ورق. هو بينسى يعني اللي هو من كتر ما فاللي هو المفروض يعمل كده مع الورق عشان يقطعه ويلف لك ده رغيف عيش يعني هو نسي. ده حقيقي ده رغيف حقيقي. اي حد بيعمل كده يتلغي. اللي بيقعد في الاسانسير ده ما هو بس اتلغى ثانيه، ما هو اتلغى. بس بقول لك ايه شياكه انا بحبه الصراحه. انا خش كده انا اديني يا عم أنا انت بصراحة حلوه انت اللي قاعد. يعني بحس قد ايه انا طالع في حته ايه ده؟ جايبين واحد في الاسانسير. يا سلام لو لابس البدله بالبتاع دي والاسانسير يبقى قديم اللي هو القديم بتاع وسط ده. البلد ده يخش. لا استحاله يقف في اسانسير بيقول سبحان الذي لا هو لازم يقف في اسانسير قديم والدنيا جميله. لا شغلانه حلوه والله. بقول لك ما فيش شغلانه ما ينفعش تتلغي. دي بصراحه الصراحه يعني. يارا محمود بتسال ايه الشغلانه اللي لو اشتغلتها تحس انك كده خلاص متدلع؟ اشتغل خليجي. اشتغل خليجي يا ابن اللعيبه تشتغل خليجي نفسه ولا انت عايز اشتغل خليجي يعني كان اكون خليجي. تكون خليجي اصل بيشتغل ايه يعني خليجي شيخ يعني بحبح. عادي عادي. الشيخ محمد البحبحاني. والله رايق. ايلون ماسك مثلا مش خليجي وفلوسه. الله ايلون ماسك اشتغل ايلون ماسك. بس على فكره ايلون ماسك مش متدلع، هو شغال وعمال ينزل وبيفكر. لا انا وبتاع. احب اكون زي ايلون ماسك. نفسي اسافر نويبع اشتري ارض ده هناك. انت يعني حلم كل شاب طلع. اشتري ارض أول هناك مرة. واجيب فيها معيز كده وشويه حاجات نرعاها. في نويبع. وارض ازرعها كوخ. انت عايز تبقى بالك. بدوي يعني انت عايز تبقى خليجي وانت عايز تبقى بدوي. شغلانه لا عايزين شغلانه ما ايه الشغلانه اللي فيها دلع طيب؟ في بقى شغلانات اللي هي ايه اللي هو تنام 8 ساعات ويدوك 2000 دولار. هي دي بقى صح. دي بقى الحاجات اللي الشغلات اللي بنسمع عنها وبجد مين مش شايفها فعلا. الحمد لله. نادر امين، الشغل اونلاين ولا الشغل من مكتب؟ المكتب طبعا. طبعا. انا عارف ان هو من ورا اسبوع بس. لا والله والله أبداً. مكتب. وربنا ابدا. اسمع بص على حسب الشغلانه برضه. اصل اونلاين خد بالك هي فيها مساوئ كتير. اونلاين ده يعني انا في هو مش عارف انا ظروفي وانا بعمل ايه، راح داخل دلوقتي باشا اعمل لنا دي. طب انا افرض بعمل كوبايه شاي دلوقتي. بتعملوا كوبايه شاي فوق برضه. ماشي بس كوبايه شاي انت شايفني بعمل كوبايه ما دي الشاي. مشكله انا مش عايز اشوفك. محدش حتى اداني كوبايه قهوه ولا لي عطشان نفسك تشرب حاجه. انت مدير بتطلب من عيش واحنا بنعمل نفسنا هيلب يور ما سيلف. تفتحش على نفسك القصه دي. ومفيش قهوه مفيش شاي. تفتحش على نفسك القصه دي. المايك وقع. المايك وقع. طب دلوقتي المايك معاك. المايك معايا. البلوجر ده حقيقي ده حقيقي. ده الجوك. ودلوقتي المايك معاك ولا خالي لسه داخل من على الباب من على الباب. الاونلاين بس ليه مساوئه بتاثر على النفسيه بتاعت البني ادم نفسه. وكمان انت افكارك ما بتتطورش. انت لو عايز تطور نفسك ما انت هتيجي تتعلم. يعني مثلا انا اتعلم من نجم، هتعلم من خالد فكره بيفكر صح. ازاي بتاع كل الكلام ده هيطورك انت شخصيا يعني. اتمنى بقى ان ما الاقيش ريكوستات اجازات كتير يعني. في ريكوست بعته مش متوافق عليه. وانا جيت النهارده نص أنا ساعه هفاجئكم في الآخر. نص ساعه إيه؟ متاخر. حلها بعد الحلقه. لا بالعمر. سهوله 3 صفار. ماشي. ايه اول مرتب اخدته من شغلانه وصرفته في ايه؟ ده سؤال رخمه جدا سؤال يعني. وحش ايه أوي. السؤال الرخم ده؟ اول مرتب كان 1000 جنيه مثلا بس في اليوم. ايه في يا ابني اليوم ده يا ابني اشتغلت ده؟ ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ طب ما تروحش تشتغل دلوقتي. مش فاهم انا. لا ما هي دي بتبقى يعني تنظيم المؤتمرات والحاجات اللي زي دي مش شغلانه. ده انت كنت اشر يعني. كنت ليدر للمترجمين. دي اول حاجه في حياتك أنا- مترجم ايه؟ فرنسي وانجلش.
فرنسي وانجلش فين ده؟ هو كانت المفروض حاجه لافريقيا، فكنا محتاجين الناس يبقوا مترجمين انجلش وفرنسي. في واحد بقى وثق فيا ان انا ابقى الليدر بتاع المترجمين دول كلهم. انت ليدر بس ما بتترجمش. لا، يعني ربنا كرمك. ترجم انت هنا وانت ترجم هنا. لا، اقول لك ما إيه؟ سبتوليش حاجه يا اغبياء. اول شغلانه مش فاكرها والله، مش فاكر اول شغلانه، بس اشتغلت كتير. بس هي اول حاجه ممكن تكون مع ابويا، بس كنتش بقبض. باجي اخر الشهر اقول له فين فلوس، يقول لي ما فلوسك كل دي فلوسك. طب انا عايز من فلوسي حاجه. ما اشتغلتش بمرتب قبل كده ما كانش عليك مديرين قبل كده؟ خالص. بجد والله؟ طول عمرك مدير نفسي. بس ده مش مدير، ده حكم القوي ده. حكم القوي فعلا. اول شغلانه ليا شغلانه بقى اللي هو كسبت منها فلوس. مجلات وبتاع. اللي ما اتفرجش على الحلقه دي هيعرف اول ستارت اب في حلقة تاريخ المجلات. احمد النجدي. ثانيه ابتدائي. عشان تعمل فلوس صح في مصر لازم تبقى بالدولار. فكك بقى الجنيه ده بقى، انساه خالص بقى. انا عايز مرتبي بالدولار. ما تقول- يا سلام. لا بس تثبته، يعني هاخد كذا بالدولار. هو بقى ب 10 بالقيمة. ب 12 ب 6 ب 3 ب 15. بتراهن على البورصه. لا، انا براهن على البورصه، لا، ما لا. عنديش مشكله. ايوه يا جماعه، الحلقه دي لو جابت 50,000 لايك سيرة يقبضنا بالدولار، ده شيء غريب جدا. يعني 50,000 ده كتير. ماشي انا موافق. ده بيعجزنا. بس انت عايز تقول لي انا بقبض بالدولار يعني؟ لا، انا عايز خلاص فلوس. بالدولار. كان معايا 2000 جنيه قيمتهم القيمة- بقت 1300 تقريبا. كل حاجه بتغلى إلا المرتب. الا المرتب تقريبا. الحمد لله. هيثم فؤاد بعت ليه في شركات مصريه موظفينها مصريين بس بيتكلموا ويبعتوا ايميلات بالانجليزي؟ سلم عليا. ليه بقى؟ ايوه طب بص هقول لك على حاجه. ماشي. هي اكتر لغه مستخدمه في العالم، ولو حلو. هتتعامل مع اي شركه تانية هتتعامل معاها بالانجلش، فلازم تعود نفسك على لغه السوق عشان تقدر تكمبيت او تقدر تقتحم اسواق تانية. انا مصدق كل ده، ما عنديش معاه مشكله. انا مشكلتي ان احنا قاعدين في ميتنج، هو مصري والبطاقه في جيبه مقرحه ومقطعه، وانا نفس الكلام. قاعدين بقى هاو كام ان احنا بقى نعمل حاجه وبتاع. انا حابب بس ليه ما نتكلم عادي زي البني ادمين؟ الموضوع بسيط يعني. صح. يعني مثلا لو هنتكلم ساعه هتبقى نص ساعه والله لو اتكلمنا عربي. اللسان بيتقلب، بتحس لسانه مقلوب. يو. مش يو خالص. يو حاجه يو. وللاسف بقت شكلها بس ايمج بس. تعالى يبقى شكلنا حلو في الميتنج يا جماعه. شكلنا ما حدش شايفنا ولا حد عايز يشوفنا اصلا. تعالوا احنا نطلع فكره بنعلق على بدل بعض. الهباب اللي احنا فيه ده. هي دي ماشي، المشكلة. دي معاك، هي بس دي بس المشكلة. كلام انجلش لا لازم ماشي، هي عنديش لغه مشكلة. العالم دلوقتي. لغة غصب العالم. عننا. شئنا بقينا هي لغه العالم. احنا اللي سمحنا لده. بفكرني نقعد مع بعض بعد الحلقه دي. انت اكتشفت حاجات جديده انا. يلا اخر سؤال فقره الاسئله، والسؤال اللي جاي خفيف بقى ننسى كل المواضيع. ماشي. ريحت. ايه الاكله المثاليه اللي بتاكلها، وجبه الاكل بتاعتك في اليوم في الشغل؟ اي حاجه غير الكشري. انا كفرت في الشركه دي من الكشري اللي اي بيجيبوه. حاجه من البيت. بالانس، مره روق على حالك، مره هات اكل من البيت. انا شايف ان الشركات المفروض يوفروا فلوس بالظبط، بيجيبوا طباخ شيف يعمل وجبه الغداء كل يوم للموظفين. اظن ده اللي هيخلي الموضوع يروح في احنا حته عندنا- كبيره. وده بقى يلا نعمل كده. يلا هي دي نعمل بقى اللي كده. نقعد في الميتنج ونقول يلا نعمل. طب انا عندي، عارف ايه احلى اكله بتاكلها في الشغل؟ ايوه هي الاكله اللي بنقعد ناكلها كلنا مع بعض. والله العظيم. الله. هو ده والله ده بجد. ما اكلش معانا. طب سلم. كان معانا ايه؟ كان معانا انهي واحده؟ امتى بقى اكلنا مع بعض؟ ديش بورت. مثلا ده كان يوم جميل أحلى- قوي. أحلى لسه عاملين أكلة ديش بارتي يا مثلاً جماعه، كان يوم عظيم. فايت لمة الاكل في الشغل. فعلا انا اكلت اكتر لان كلكم كلتوا اكتر، كان حرمان. يا اخوانا برافو يا نوفا يا دينا يا خدي. كانت مجاعه، ما كانش يوم يعني اكل عادي. الحمد لله. يلا بينا ندخل على فقره كفايه خوف من المجتمع. يلا نشوف الناس بعتت لنا ايه. يلا بينا. حبيبه محمود بعتة، الاتش ار عندنا ناس بجد محترمه ودايما في ظهرنا مش علينا. مفيش اتش ار في مصر محبوب. ده حقيقي. لؤي. ما عدا لؤي. ليه جدا الموضوع ده؟ انتوا بتحبوا الاي والاي بنعشقه. اعظم اتش ار في الدنيا. بنحبه. وهنفضل نحبه. وهنفضل نحبه. وما غيرت. هنروح نجيبه يقعد معانا وهنحبه. وعارف في حاجه حلوه كمان. إيه؟ بيجيب لنا اكل يعني لما لؤي يا جماعه الجروب الوحيد اللي بيقول حد هيطلب حاجه، حد هياكل حاجه. الراجل ده دارس. انا هعيط. عظيم، فاهم كل حاجه وبيعمل كل حاجه صح. الشركه بتقع. المفروض الاتش ار ده كلام مسموع على الكبير وعلى الصغير، اللي هو عارف انت طبعا. ايه؟ الظابط مثلا، لو انت مثلا معاك حاجه يعني انت والشباب تشوف ان هو راجل رخم جاي يرخم عليكم. بس ده لازم شوف شغل شغله. بتاع عشان يمنع امثالكم. ايوه، فالاتش ار بيعمل ايه بقى؟ الاتش ار مش لازم يبقى وحش، بس لازم يطبق القانون بالظبط عشان يفوقنا. عندي مين؟ يا ابني كفايه ده الجوكس بقى. بلوفر بيفات. اقول لكم نكته. مره اكرم، بلاش خوف من المجتمع. بلاش. الزبون مش دايما على حق. طبعا بس لو سميناه كلاينت هيبقى على حق. هيبقى على حق. ما هي دي المشكله، هي دي المشكله. لا كلاينت دايما على حق. كلاينت دايما على حق. الزبون. انا اقول لك على حاجه. انا كلاينت اشتغلت دايما على حق. كلاينت انت دايما على حق. دايما على حق. كلاينت دايما على حق. المسدس هنا اهو تحت. مريم علي بعتة. ايه مريم؟ مريم علي بعتة. حلوه مريم والله عجبتني منها. بغني يا ابني.
الشيرز ده فاكر دي احمد ادم قال له انت اتفرجت عليها بالشيرز ده؟ مريم علي unpopular opinion كنت عايز اشتغل زي ابويا موظفه من 9 ل 2 برنس. انا ما بحبش الشغل اللي بمواعيد يا ريس. طب وبتعمل ايه هنا؟ احنا هنقعد نتكلم بعد الحلقه. لو مش متربي نربيك يعني هي كده طب استنى خد بالك. عشان نربي يعني. نديم مجدي unpopular opinion صحاب الشغل اجدع ناس في الجمعيات. ايه الجمعيات؟ ليه نعمل جمعيه في الشغل؟ ايه وجع والله القلب ده؟ الموضوع ده رخم قوي. بمناسبه الجمعيات، انا في جمعيه داخلها في الشركه دي ما تعرفش عنها حاجه. لغايه دلوقتي كل شهر بياخدوا مني بتاع 2000 جنيه، كله عمال بيقبض كل شهر. طيب نقسمها نصين، صحاب الشغل اجدع ناس عشان أنا مش في جمعيه. تمام. لا بس ساعات في الشغل سمح الله يعني ولا لا بيبقى فيه صحوبيه الفيك. اللي هو حبيبتي زي القمر النهارده الصبح وهي لا دي صحوبيه البنات كلها عامه. معاك لسه ما 5 دقايق. ايه ده؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ لابسه عادي جدا، مفيش اي حاجه بتيجي كل يوم كده. طبعا ده متكرر، خد بالك دي جت بيه كتير يعني. انا مع ده، انا مع ده. لا كان عايز يقولها بس ماسك نفسه. لا بص، ان انا بقول لكم في الشركه استحموا دي حاجه حلوه. ده انا خايف عليك يعني. يعني ايه استحموا دي؟ بتضايق من الكلمه دي. طبعا ايه استحموا دي؟ لو انت بتستحمى مش هتتضايق. ما انا يا باشا بنستحمى يعني. الراجل ده بيجي انا باجي كل يوم. انت ايه عادي يقول لك استحمى يعني؟ يا عم انا بستحمى بالاوردر يعني. لا بستحمى. ايه مره بحبح انا بقول لهم استحمى بكره في تصوير. قال لي يعني ايه استحموا دي؟ ليه نستحمى؟ يعني ليه تقول لي ليه نستحمى؟ ايوه يا باشا ايه اوردر غريب انت جدا. ليه تقول له استحمى برضه يا سيدي؟ هي كنايه يعني ان تشيك يعني، عايز منظرك يبقى حلو قدام الكاميرا. الحلاوه حلاوه الروح. ما تستحماش يعني، نصيحه منك للناس اللي ما تستحماش. احنا لغايه دلوقتي ما قلناش اي حاجه بقى للناس اللي هي ايه العصفوره الحربوقه. بيئه الشغل في الشركه عندنا مختلفه تماما عن شركات كتير. جميله جدا بجد والله. بيئه الشغل فاحنا عندنا في حاجات كتير احنا مش عارفين نقولها الناس تريليت بيها عشان هي مش عندنا فعلا. يلا يا جماعه ستاند باي، يلا نجهز عشان نبدا التصوير. بقول لك ايه، انا هقعد بقى الحلقه دي في النص. لا يا باشا مفيش الكلام ده مكاني. يعني ايه مكانك؟ ما نقعد في النص ونجرب نبدل يا عم يعني. اسمع مني، انا المنتج بقول لك انا مكاني في النص. طب بحبح. انا قاعد في النص. طب وليه مش هنبات؟ باشا خصم 3 ايام. نعمل الحلقه لوحده بقى. سيبه يا باشا براحته، سيبه. مايكل سيبه، بدلوا لي بحد تاني على طول. اخيرا ده انا مستني اليوم ده. اه يا مايكل خلي بالك احسن منه مليون مره. استنى بس ركز. الحلقه دي هتطلع حلوه. انا عارف بس محدش مقدر يديني فرصتي. انت لابس اسود زيي؟ ما حلو ايه يا لؤي عامل ايه؟ ايه يا لؤي في يا لؤي؟ ايه فين ازيك يا بحر؟ تعال حبيبي. النهارده انا وانت بس. بامان. نجدي الله وبحر، يعينك. المايك مع نجدي وبحر. محمد سامي ماله؟ unpopular opinion بلاي ستيشن والالعاب في الشغل بتخلي الناس منتجه اكتر. طبعا هو ده الكلام. هو ده. ما عندكم بلاي ستيشن، عندكم العاب، احنا اصلا انتوا بتطلعوا كل يوم تلعبوا في برنامج. ما انت عايز موصل يوصل لهم لهم الصوره دي، لكن احنا قاعدين بنشتغل. الناس فاكرانا ان احنا بنيجي هنا نلعب بلاي ستيشن. لا مش نتعب. بنيجي نلعب بلاي مش بنيجي ستيشن. نلعب بلاي ستيشن بس. والله. احنا مخلين حتى لما بنيجي عشان انترتين الناس بندخل نفسنا في مود ان احنا نتبسط برضه. احنا عمالين نصعب شغلنا على الناس هتسيب لنا الدين في الكومنتات. ليه؟ لا في انتوا ما شفتوش حاجه. لا هي صح بس لازم يبقى بنظام، يعني اللعب يبقى منظم شويه عشان ما تبقاش هرجله يعني. بالظبط، يعني ننظم دوره. كيرلس ايمن unpopular opinion الشغل مع ابوك مش حاجه وحشه. لا ده حاجه وحشه جدا. صعبه ده جدا. حاجه وحشه جدا. بص كان في ميزه واحده بس، ان انا وهو كنا بنروح الشغل مع بعض وبنرجع مع بعض. غير كده في مواصله. في مواصله، ما تجيبش فلوس كتير ما تشتغلش مع ابوك. صح. ابويا بيجيب فلوس كتير والله، بس انا من اول حلقه قلت ان انا الهدف مش فلوس. الكنز في الرحله مش في الكنز نفسه. في كنز. كنز في كلمه الرحلة. كنز دي يعني ما هي فلوس أصلاً. الرحله. ما هي الرحله بتوصل لغايه كنز برضه. ما هي لا في رحله مفيش فأنت كنز هتوصل بتاع فيها. الصندوق تلاقي مكتوب محمد الرحله. رمضان. انا حياتي عباره عن ان انا بستمتع بالرحله. تستمتع بكل حاجه بس لازم تعمل فلوس. اكيد طبعا، وانا يعني همشي في الدنيا اي حد يديني فلوس اقول له لا لو سمحت انا بستمتع بالرحله. بس ما تشيل فلوسك يا عم، انا بستمتع بالرحله. ايه الرحله؟ انتوا رايحين فين؟ فلوس، اعملوا فلوس، اجروا ورا فلوس، حاولوا تحسنوا. طب ما تقول لنا احنا كل الكلام حاجة ده. فلوس. لا ما انت هتاخدها مني. صح. الرحله حلوه، رحله كويسه. ايوه يعني خلينا مغفلين كده قدامك يعني. ماشي خلاص. لا الرحله كنز في الموقف. محمد ابراهيم باعت عادي اقول مرتبي مش عارف ليه الناس ما بتقولش. لا انا مش مع ده. انا شايف صح ان انت ما تقولش. طمع يعني هيطمعوا فيك. لا انت ايه بجد برضه يعني؟ هقول لك، بتاخد كتير او بتاخد قليل، الناس كده كده لو قلت مرتبك هيصنفوك ويحطوك في حته معينه، مع ان هو المفروض يتعامل معايا انا بقى يشوفني زي ما هو عايز يشوفني. يعني بلاش تقيمني بالفلوس. ليه اصلا حد يسالك على مرتبك؟ انت مالك؟ دي حقيقة. مستوره لا، بس والحمد يعني لله. عادي انا يعني. مع انا ضد الصراحه ان برضه حد بتاخد كام؟ ما انت عارف. انت عارف. مش عايز اتكلم بقى. رحت تعمل انترفيو في شركه ثانيه حلو فشخ. والمدير قال لك انت بتاخد كام؟ مش هقول له طبعا. هتقول له هتزود. لا هقول له اعلى. بالظبط هقول له هزود. ما ده انت لا كده- مش هقول له اعلى عشان لو عملت انترفيو. لا انا اقول لك على حاجه دلوقتي. هو عشان واحد لو ايه؟ لا بس ماشي الدنيا.
دلوقتي انا رايح انترفيو وهو بيسالني انترفيو. ايا كان يعني يا عم والله ابدا ما اقدرش. احنا قاعدين بنوقع كلام، خلي بالك. سالني كده كاننا في بلاش انترفيو أقول احاول للناس. الف وادور. ايه المرتب المتوقع؟ والله انا لسه ما فهمتش طبيعه الشغل، لما افهمها اكتر ابقى يعني ممكن ابقى اشوف هاخد كام. صح ماشي. انا بقى وانا بكتب باخد نوت اهو، باخد اه، نوت اه. اهو 3000 جنيه ليه؟ على طول مع بعض. ايه العبط اللي بيقوله ده؟ ما طبيعه الشغل انا كنت باخد كذا، وبما اني دي صح. المفروض ان انا في الشركه معاكم هبقى ده ابجريد في حياتي وتروح وليكوا. كذا ده بقى تقول اه. ايه ان هو بتزاد عليه كده في الخباثه. تعمل انت معاك في بتقول الشغل. بنودي الناس في داهيه والله. لا، الانترفيو علمتهم انت- الكذب وعلمتهم والسرقه والنصب. تاخد 3 هتخش الانترفيو انت بتاخد 4.5، ده اول حاجه يعني زود 1000 ونص. يعني زودها لك مثلا لست. بالظبط، يبقى انت كنت تاخد 3 انت بتاخد بتاخد 6. ستة. شفت؟ بس برضه ما يبقاش بيجح، ما عندوش اي حاجه ويخش يقول لهم هات 4 ما عندوش اي حاجه ما يروحش. ما يضيعش منه الشغلانه. ماشي. اتقفشت في اسم. انت عمال تودينا حتت غريبه جدا. ما تقعدني في حته عاديه. عايز اوصلك ان قعدني على القهوة. ايوه، انا مش قصدي كده. اول انا ما تعترف انت بتعمل انا مش كده. قصدي كده، انا قصدي اللي هو قاعد بتعرف على ناس ففي وسط لا الكلام. ما ده ايوه، ما هو دي بقى. مرة لا، في واحدة ناس يعني كده. اول واحد انت في ناس بتاخد كام كده، في في ناس إيه ده؟ كده. لا، اللي هو ده حرامي. حد بيقول لي بقى وانت في الشغل مرتاح مش عارف ايه، فجبنا سيره الشغل، فمن ضمن الاسئله على الشغل يقول لي بتقبض كام؟ لا، ما انت مالك. اصل الصراحه بسال السؤال ده كتير. انا بحب إيه ده؟ السؤال ده فشخ. اوعى تعمل كده. مش على طول كده بحب يعني، السؤال. نصيحه من بس لا موظف لا لا ومدير. لا 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 انا ما باخدش اجابه كده بقوله بصيغه هزار، بحس ان ده بيفك الاجواء. بجد؟ إيه، ماشي. كام بقى على كده. انا بحس ده ممكن اترب يعني، مش عارف، دي حاجه بيرسونال. لو جالي ديل وانا قاعد على القهوه براني الواد مرسيدس احكي له على الديل، فلا لا مرسيدس جالي دلوقتي ديل. ثانيه، احنا سؤالنا اكبر من كده دلوقتي. مين مرسيدس؟ بتاع الشيشه. ايه ده اسمه مرسيدس؟ ايه ده، حسيته حد افخم من كده. تعرفوا الديل؟ ممكن اقعد ادردش معاه. ايه رايك؟ بنزل الشارع. برافو عليك، الله. برافو عليك. الحاجات دي بتشعرني. برافو عليك. انا وانت ضد، وهو ما اعرفش ازاي. انا معاه الصراحه. ماشي. تاخد كام بقى؟ يعني تاخد كام؟ تقبض كام بس؟ ما انا ما بقبضش. بتعمل لك كام في بتعمل الشهر؟ كام يعني؟ بتعمل لك بتعمل كام؟ بص ممكن شهر اعمل 50 مليون جنيه مليون جنيه؟ وممكن مليون شهر جنيه؟ ما اعملش ولا جنيه. بتديني 2000 جنيه في الشهر؟ تاخد 1000. طب ماشي اعلهم خلينا 3 على الهوا. ده هيبقى 3000. تاخد 2000 جنيه بقى ياخد 3000 جنيه على الهوا اهو يا عم. اخر الطبيب الرباني معانا شيماء عبد الناصر. كفايه خوف من المجتمع ان الفطار قبل الشغل اهم من الشغل نفسه. بيضيع وقت. طبق مقرف. ايه يا ريس، ما تسيبنا نعمل حاجه بقى. افطر في البيت يعني. عمال اكل هيلثي اكل هيلثي. افطر في البيت قبل ما تنزل. امتى تصحى ألحق؟ بدري نص ساعه وافطر في البيت. ثانية، وفر هناخد فلوس. الكلمة من بقه هو اللي قالها. مش قلت إن ميزة الأكل لما نتجمع وناكل سوا؟ صح. ماشي ما احنا هنتغدى. انت هو مش لازم قلت تفطر كده؟ وغدا. أيوة. انت مش قلت حاجزين كده؟ في فندق ده ايه ما لا، نتغدى مع صحابي بعض. وحبايبي فطار- لازم فطار وغدا وغدا. وسناكس. عشان كده متضايق من لؤي، عشان بيكتب مين عايز حاجة من السوبر ماركت. بس مش لازم نضيع في الموضوع ده ساعه ونص. انت بتقعد تحسب لنا؟ ايه ده، انت تحسب لنا اللقمه بحسب لك اللقمه ايه يا عم في انا مش مصدق. ادخل لك اللقمه. انا مش مصدق الموضوع ده. لا الفطار ده لا، مثلا تصدق، ده اه، 3 صح. ساعات في اليوم ده. راح تخلص مصلحه فرشه لسه بقى والجرجير وبتصنف الجرجير هنا وحط الطعميه هنا عشان الاستاذ محمد يحب الفول هنا. تلاقيهم بيعملوا قاعده كده ممكن تاخد 3 ساعات حقيقة. عشان ياكلوا. اطلع لمدام عفاف هي خلصت لا، لا، الفطار. مدام عفاف بقى بتعمل لهم الغداء قاعده ماسكه قاعدة الدنيا. بتقور حاجة وتظبط بتعمل لهم الدنيا. في اللي جنب بقى اللي بيصلي التراويح. اه ده مش بيصلي حاجة عادية، بيصلي التراويح. ده دايما شيخ ودايما خارج متوضي يعني. طبعا وقبي وكده على طول وكده مشمر ومتوضي كده، لا وكده والله يا ابني ويجيب أنا ميه. هصلي دلوقتي يا عم. نعمل مبادره مننا للحكومه وللشعب عشان نجرب ان احنا نلغي الفطار في الشركات ونشوف البلد دي ممكن تبقى ايه بعد كام سنه بس. انت عايز ولا الناس- أي حاجة. عايز الناس يعني ولا عايز أي الناس حاجة. تقول عليك ايه؟ يعني لما تلغي الفطار لا انا ما بقولكش ما تفطرش، افطر في البيت. انت بتسمعه نلغي الفطار يا عم مش هاكل مش هتاكل. ما تفطر في بيتكم يا عم. هلحق افطر في البيت. بالظبط. اصحى بدري يا عم الحاج. نام أنا- بدري واصحى بدري. انا بعد الشغل ليه يعني؟ فين حياتي نام يعني؟ بعد الشغل. طب ويروح بقى يمارس حياته امتى؟ فين حياتي بقى؟ مارسها بعد الشغل. يعني نام ولا انام يمارس ولا حياته؟ امارسها؟ شوف بقى والله يوم مارس ويوم نام. كده خلصنا فقره كفايه خوف من المجتمع. بما اننا بقى داخلين على كاس العالم هنعمل ايه في الشغل مع كاس العالم؟ عايزين نتفرج بقى رونالدو بقى والبرتغال. يعني 3 ماتشات في اليوم، ماتش بساعتين، يعني هي أصلاً 6 ساعات يعني انا اشتغل لك ساعتين. مرضيه مرضيه. انتوا بقى بص انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا محضر لكم مفاجاه ايه هي؟ نروح قطر. ان البرنامج ده هيقف. ايه المفاجاه دي؟ بس هنعمل حلقه كل يوم هنغطي كل حاجه هتحصل في كاس العالم من المايك معاك؟ من المايك معاك. اوعى. يعني انت هتبقى شغلانتك ان انت تتفرج على الماتشات بتاع كاس العالم. بس يا دلوقتي جماعة، بقى تقول لنا شفتوا ايه؟ بقى؟ انت شفت هتلاقي- انت الشغل متعب ازاي؟ ايه كل اللي انا قلته ده بقى كل اللي عمالين يقولوه ده اكتبوا لهم بقى في الكومنتات. تخيل هم الاثنين دول شغلانتهم الفتره الجايه دي ان هم يتفرجوا على الماتشات. اتفرج على شغل الماتش. صعب جدا. عارف على فكره ده صعب. تابع دقيقه بدقيقه اللي في المدرج هنا، طبعا اللي في البنات الحلوه اللي اللي حلوة اللي لا بس احنا هنعمل كده. المايك معاك هيتوقف شهر كامل كورة. هيقلب ان احنا كل يوم بنغطي. سيبوا مفاجآت بقى يعني مش بنغطي عادي كده بقى ما بنتكلمش في الكوره بس يعني
البنات هيحبوا يشوفوا اكتر من الولاد. كل اللي تفهم كوره ما تفهمش كوره اتفرج هتتبسط، في ممكن يبقى في فانتازي لو حد عايز يلعب معانا. وهيبقى في جايزه كبيره للي هيكسب الفانتزي. بما انه كل واحد قال حاجه بقى، انا هوزع تيشيرتات. خالد هيوزع هوزع تيشيرتات كاس وهتخصم عالم. من مرتبه اخر الشهر ان شاء ما الله. عنديش مشكله، يلا خلي الناس تلبس تيشيرتات كوره. خالد ما بيحبش الناس تحسب مرتبه. احسبوا ثمن التيشيرت بكام واضربوه في 30 الحلقه اللي هتتعمل في كذا تعرفوا خالد بياخد كام. اعملوا الحسبه دي وقولوا لنا في الكومنتات. الحلقه خلصت. احساسك ايه كمدير وانت قاعد مع موظفين وبتتكلم معاهم في الشغل وبتفضفض كده؟ الناس هتفتكر ان احنا حاجات كتير ما اتكلمناش فيها، هيبقوا مستنييننا نتكلم فيها. بس للاسف احنا ما عندناش البيئه دي في الشغل، فما عصفوره الحاجات دي، فاحنا ما قدرناش نتكلم فيها لان ايه ما عندناش حرفيا يعني مش بنجمل او اللي عنده موقف في الشغل او حاجه ممكن يكتبه لنا بقى، نضحك مع بعض. انترتينوا بعض في الكومنتات، قولوا لنا مواقف العصافير بقى والحاجات الغريبه اللي بنقعد نسمعها دي، قولوا لنا في الكومنتات واحنا هنخش نقرا وبحبح هيرد على الكومنتات كلها. وانا بقى في الفتره الجايه عشان الكاس العالم داخل سخن واحنا داخلين بحاجات سخنه جدا. واستنوا ليج الفانتزي هنكتبها لهم عشان لو عايزين يجوينوا. وبكده تكون حلقتنا خلصت. عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا كومنت لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس. حاولوا توصلوا الفيديو ده 10000 لايك. على فكره انا ده عايز اقول حاجه، انا قلت 5 اللي فاتت وجابت 5. أنا انا خمسة. قلت 5 يا ابني. انت بتنصب جوه الحلقه والكاميرات بتبقى مصوراك. يلا بقى احنا عندنا ميتنج. يلا بينا، عندنا ميتنج فعلا. في تعالى يا كلاينت باشا. لا كلاينت ميتنج. راجع اللي انت قلته في الحلقه دي، تعالى هترفد ولا ايه؟ يا عم امشي بقى من بره كده ايه